السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة خيط وغرزة. النهاردة بأمر الله عندنا درس جديد من دروس تعليم وشرح أساسيات التريكو للمبتدئين. اللي شاف الفيديو اللي فات احنا شرحنا غرزة أساسية جدا ومبدئية جدا وما نقدرش نستغنى عنها إطلاقا في شغل التريكو، ولازم كنا نتعلمها أول غرزة وكانت الغرزة العدلة. النهاردة عندنا غرزة تعتبر التوينز أو الوجه الآخر، أو زي ما بنقول كده الأنتيم للغرزة العدلة. يعني ما ينفعش نشرح الغرزة العدلة من غير ما نشرح الغرزة بتاعت النهاردة عندنا الغرزة المقلوبة، يعني وش وظهر زي ما بنقول كده. يعني عندنا غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، دول غرزتين يعني ألف ب تريكو لازم نتعلمهم، وهما مفيش أسهل من كده. هتلاحظوا إن العينة بتاعت الغرزة المقلوبة النهاردة يعني نسخة طبق الأصل من الغرزة العدلة، إن هي ببساطة جدا الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة بيدونا نفس النتيجة. دي المفاجأة بقى في غرزة النهاردة، إن هي عينة الغرزة العدلة. يعني أنا لو اشتغلت الغرزة العدلة على طول هاخد النتيجة دي، ولو اشتغلت الغرزة المقلوبة على طول هاخد النتيجة دي برضو، وهي الغرزة المرنة. يعني الغرزة المرنة أو النتيجة دي بتاعت الغرزة يعني أقدر أشتغلها بطريقتين، بطريقة الغرزة العدلة أو الغرزة المقلوبة واللي هنشرحها دلوقتي. يعني ببساطة كده احنا هنشرح النهاردة الغرزة المقلوبة اللي بتدينا نفس نتيجة الغرزة العدلة. طيب لو حد سألني نتيجة دمج الغرزتين مع بعض، أو إن أنا أشتغل باستخدام الغرزتين مع بعض، ده اللي إن شاء الله هنشرحه الفيديو الجاي إن شاء الله. تابعوني لآخر الفيديو علشان يوصل لكم كل معلومة مهمة. يلا نبدأ. هبتدي أعمل عقدة بداية عشان أشتغل. إحنا عملنا فيديو مخصوص لعقد البداية وإزاي نجمع الخيط على إبرة التريكو، تقدروا تشوفوه موجود على القناة. هنستخدم النهاردة إبرة الكروشيه علشان نجمع بيها غرز التريكو على إبرة التريكو. هنجيب إبرة الكروشيه وهنبتدي نعمل عقدة بداية على إبرة الكروشيه. الطريقة دي احنا شرحناها بالتفصيل، تقدروا تشوفوها على القناة. هنثبت عقدة البداية كده على الإبرة الكروشيه، وهنجيب الإبرة التريكو بتاعتي وهنخليها فوق الخيط كده بالطريقة دي، وهبتدي ألف الخيط على صباعي. الطريقة موجودة ومشروحة. بلف الخيط لورا تاني، برجعه لورا تاني، وابتدي اخد الغرزة اللي بعدها، وهكذا كل مرة ارجع الخيط لورا. انا شارحة الطريقة دي بالتفصيل، هتلاقوها في فيديو على القناة. جمعت الغرز بتاعتي على الإبرة التريكو باستخدام الإبرة الكروشيه. هنيجي في آخر حلقة كده بعد ما خلصنا العدد اللي احنا محتاجينه هنعمل ايه؟ هناخد الحلقة اللي موجودة على الإبرة الكروشيه وهنرجعها على الإبرة التريكو بالطريقة دي عشان تبقى غرزة معانا، وهنحسب العدد بتاعنا، يعني هنحسبها من ضمن العدد بتاعنا. وكده احنا جمعنا العدد المطلوب. احنا عملنا عدد عشوائي علشان نتعلم فيه الغرزة بتاعت النهاردة، يعني 10 غرز كفاية. ويلا بينا نبدأ. هنشتغل الغرزة المقلوبة بنفس سيستم الغرزة العدلة. يعني احنا في الغرزة العدلة كنا بنمشي على خطوات معينة وبنكرر الخطوات دي في كل سطر، مفيش اي اختلاف، ما بنغيرش في اي حاجة. فاحنا برضو الاسلوب بتاعنا في الشغل في الغرزة المقلوبة هيبقى نفس اسلوب الشغل مع اختلاف الطريقة. يعني احنا في الغرزة العدلة بندخل من الطرف الامامي كده لجوه،
كده اهو، ونخلي الإبرة اليمين تحت الإبرة الشمال. لا، المرة دي بقى احنا في الغرزة المقلوبة بنعمل ايه؟ بندخل كده اهو، بنيجي من الخلف للأمام كده، بنيجي من الخلف للأمام بالطريقة دي، بندخل جوه الحلقة دي كده بالطريقة دي. الحلقة عندنا كده اهو على الإبرة الشمال، بنيجي في الطرف ده كده اهو وندخل كده، بيبقى الخيط من قدام عكس الغرزة العدلة على طول. الغرزة العدلة لو تفتكروا كان الخيط بيبقى دايما من ورا، وباجي بعد ما بدخل كده بخلي الإبرة اليمين فوق الإبرة الشمال، يعني الإبرة الشمال اللي عليها الغرز بتاعتي بتبقى من الخلف، ومن فوق ناحيتي أنا الإبرة اليمين اللي أنا بشتغل بيها الغرزة الجديدة. وبسحب الخيط كده، طرف الخيط من أمامي بجيبه من تحت لفوق كده وحاوط بيه الإبرة اليمين. تاني أنا بدخل بالإبرة كده وبجيب طرف الخيط كده بحاوط بيه من تحت لفوق، وبلفه كده حوالين الإبرة اللي في إيدي اليمين، وبخرج بيها من الحلقة. ايه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ الشاطر بقى اللي هيقول لي الخطوة اللي بعد كده اللي هي بنعملها ان احنا بنسلت الغرزة اللي اخدنا منها حلقة اهو، اللي اشتغلنا فيها بنسلتها على طول من على الإبرة. دي التركاية الثابتة واللي ما بتتغيرش ما بين الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. يلا اهو تاني بندخل كده اهو في الطرف اللي ناحيتي انا، وبدخل من الامام للخلف كده، يعني باجي من قدام كده واروح مدخله الابره بطريقه عكسيه، والخيط برضو من امامي، الخيط ما يجيش من الخلف ابدا في الغرزه الخلفيه عكس الغرزه الاماميه بالظبط، والفه من تحت لفوق كده اهو، واعمل دايره احاوط بيها الابره اليمين، واخرج كده بالغرزه بتاعتي، واسلت برضو الغرزه اللي انا اخدت منها حلقه او اللي اشتغلت فيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. منتهى البساطة، مفيش اي تغيير في حاجة. باخد الخيط كده والفه من الخلف للامام، من الاسفل لاعلى او من تحت لفوق كده اهو، وبخرج بيه بالابرة واروح سالتة الغرزة من على الابرة الشمال، وهكذا بكرر. بدخل في الحلقة كده، الحلقة بتاعتي كده من اللوب الامامي، اللوب اللي قدامي انا بدخل بيه باتجاه عكسي كده، بخلي الإبرة اليمين بتبقى فوق الإبرة الشمال، والإبرتين جوه الحلقة بالطريقة دي. بلف الخيط بتاعي من تحت لفوق وحاوط بيه، بحاوط بيه الإبرة اليمين، واخد لفة عليها واخرج بيها واسلت الغرزة من الإبرة الشمال، وهكذا هنكرر نفس الموضوع، مش هنغير حاجة. بدخل بالإبرة كده واخد اللفة احاوط بيها كده واخرج بيها واسلت الغرزة بالشكل ده اهو، لحد ما عدد الغرز بتاعتي ينتهي. هبقى كده انا خلصت شغل. انا كده بفضل اعيد في الحركة دي والطريقة دي لحد الغرزة بتاعتي، عدد الغرز بتوعي ما يخلصوا اهو، وبسلت الغرزة بسهولة جدا. نفس تركات الغرزة العدلة مع اختلاف الاتجاهات، بس انا كل اللي بعمله ان انا بختلف في الاتجاهات، دي مقلوبة والتانية عدلة. انا كده خلصت السطر الاول بتاعي بنفس الطريقة والاسلوب، ما غيرتش اي حاجة. هنبتدي السطر اللي بعده واللي برضه هيبقى بنفس الطريقة والاسلوب، مش بنغير اي حاجة. انا باجي في الطرف الامامي كده اهو، وبدخل من كده من الامام للخلف بالطريقة دي، وبخلي الابرة اللي في ايدي اليمين بخليها كده فوق الابرة الشمال زي ما قلنا بالظبط، عكس الغرزة العدلة بنشتغل الغرزة المقلوبة. وباجي الخيط بيبقى قدام على طول
على طول كده بيبقى قدام في الغرزة المقلوبة، وباجي باخد اللفة بتاعتي من تحت لفوق كده، بحوط بيها الإبرة اليمين وبخرج بيها من الحلقة، بسلت الغرزة من على الإبرة الشمال بنفس الطريقة. بدخل كده من الأمام للخلف وبلف اللفة كده من تحت لفوق واسلت الغرزة من على الإبرة الشمال وخرجها اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ما بغيرش اي حاجة خالص خالص. كل الاسطر مهما كنتي هتعملي عدد من الاسطر او عدد من الغرز في الغرزة دي، ما بتغيريش اي حاجة، ما بتغيريش اي حاجة. لو هتعملي بيها حاجة صغيرة او حاجة كبيرة، هي التركاية وهي الخطوة، ما بتغيريش حاجة ابدا في الغرزة. ده سبب سهولة الغرزة، وده سبب ان الغرزة دي اساسية مع الغرزة العدلة، مكملين لبعض بيدوني نفس النتيجة. لو اشتغلت كل واحدة فيهم لوحدها باخد نفس النتيجة، هي الغرزة المرنة. لكن لو اشتغلت الاتنين مع بعض، يا ترى ايه النتيجة؟ ده اللي هنشوفه الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوني وان شاء الله اشرح لكم بشكل مبسط ونوصل مع بعض لنتائج جميلة جدا جدا. شايفين الغرزة وجمالها؟ طبعا مش هتكلم، هسيب الغرزة تتكلم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتنوروني بالتعليقات، ويشرفني تعليقكم على فيديوهاتي. والسلام عليكم.